السلام عليكم طلابنا الأعزاء، وشلونكم شخباركم؟ اليوم المراجعة حل أسئلة فصل رابع مادة الإحياء الصف الرابع العلمي. سؤال الأول: قدم وصفا موجزا للمناطق البيئية في البحيرة. جواب: المنطقة الساحلية، المنطقة الإحيائية الوسطي، المنطقة العميقة. سؤال الثاني: قارن بين طبيعة الحياة في بيئة البحيرة وبيئة المهر المياه الساكنة والمياه الجارية. جواب: البحيرة المياه الساكنة تغطي البحيرات 1.8% من مساحة الكرة الأرضية. تكون مياهها ساكنة ولا تصب في البحار. إثر عمقا من الأنهار. نسبة الملوحة فيها قليلة بحيث لا تزيد عن 0.5%. تكون عذبة. بعض البحيرات تكون ذات تهوية جيدة، البحيرات قليلة التغذية، وبعضها قليلة التهوية، البحيرات عسرة التغذية. النهر لمياه الجارية لا تشكل سوى نسبة قليلة ما يقرب من 0.3% من سطح الكرة الأرضية. مياهها جارية وتصب في البحار. اقل عمقا من المياه الساكنة. مياه النهر تكون عذبة، لكن هنالك أماكن من النهر يختلط فيها الماء المالح كما في مصبات الأنهار. تمتاز مياه النهر بكونها ذات تهوية جيدة. سؤال الثالث: عدد أهم تكيفات النبات الصحراوي. جواب: نقطة الأول: تتمثل النباتات السائدة في الصحاري بالأنواع العصارية ذات السطوح الشمعية، مثل الصبير الذي يمكنه الاحتفاظ بالماء لفترة طويلة. نقطة الثانية: ومعظم النباتات الصحراوية حولية، إذ يقضي النبات الفصول الحارة والجافة على هيئة بذور تقاوم الجفاف. نقطة الثالثة: وعند تساقط المطر يجري الإنبات وينمو النبات بسرعة وتتكون الإزهار والبذور. نقطة الرابعة: توجد نباتات معمرة فتكون أوراقها أبرية والثغور مغطاة بشعيرات بشرية للتقليل من عملية النتح. سؤال الرابع: اشرح أهم تكيفات الحيوانات التي تعيش في الصحراء وكيف ينعكس ذلك على سلوكها. جواب: أولاً، وتتوقع الحيوانات الصحراوية درجات الحرارة العالية بالاختباء تحت سطح الأرض خلال النهار والتجوال خلال الليل. ثانياً، وتمتلك حيوانات الصحراء تكيفات استثنائية للحفاظ على الماء. الثالثة، وتلج بعض الحيوانات مثل السنجاب الأرضي إلى السبات الصيفي. رابعاً، تمتلك الحشرات والعناكب أغطية شمعية تقلل من كمية الماء المفقود. سؤال الخامس: عرف ما يأتي. الفن. السفانة، وهي تمثل منطقة بيئية انتقالية بين الغابات دائمة الخضرة الاستوائية الممطرة وأراضي المراعي. ب. مصبات الأنهار، وهي الأجزاء النهائية من الأنهار حيث يختلط فيها الماء العذب القادم البحر بالشكل الذي يغير من طبيعة المياه لتصبح وسطا بين المياه العذبة والمياه البحرية. التندرا. الصحاري حوالي 10-20% من مساحة اليابسة، وتتركز في النصف الشمالي للكرة الأرضية، وتمتاز هذه المنطقة بقساوة الظروف المناخية. الغابات المطرية،
هي غابات استوائية تمتاز بمعدل سقوط الأمطار العالية وارتفاع نسبة الرطوبة، وتمتاز بتنوع كبير للكائنات الحية. سؤال سادس. ضع علامة العبارة صحيحة وعلامة العبارة خاطئة لكل مما يأتي. أولاً، تشغل المياه 75% من مساحة الكرة الأرضية تقريباً، وبالتالي فهي تشكل أكبر النظم البيئية. عبارة خاطئة. ثانياً، لا توجد في الطبيعة مياه نقية في أي موقع إحيائي في الكرة الأرضية. عبارة صح. ثالثاً، تكون البحيرات غنية التغذية ضحلة نسبياً وذات إنتاجية عالية. عبارة صح. رابعاً، يطلق على مياه الأنهار والجداول والينابيع بالمياه الساكنة، وهي تشكل ما يقرب من 0.3% من مجموع المياه. عبارة خاطئة. خامساً، تمثل الجزر المرجانية نظاماً بيئياً عالي الإنتاجية. عبارة صح. سادساً، تشكل الغايات بحدود ثلث مساحة اليابسة في الكرة الأرضية. عبارة صح. سابعاً، تمثل السفانة منطقة بيئية انتقالية بين الغابات دائمة الخضرة الاستوائية الممطرة وأراضي المراعي. عبارة صح. ثامناً، تعد أراضي الحشائش منطقة إحيائية مفتوحة تقع في المنطقة المعتدلة الشمالية. عبارة صح. التاسعاً، تتوزع منطقة النتيجة في آسيا وشمال أوروبا وأمريكا الشمالية، وتتميز بشتاء قاسي بارد جاف وصيف ممطر قصير. عبارة صح. أوكل لطلاب اليوم انتهت تمارين فصل الرابع، إن شاء الله حلقة الثاني حل تمارين فصل الخامس.